اقوى فيلم للقروش العملاقه اللي بيتكلم عن الميجالودون. فجاه بيبدا الفيلم بغواصه استكشاف في حاله غرق، تيجي غواصه انقاذ بقياده جوناس بيقدر ان هو ينقذ معظم طقم الغواصه، الا ان في كائن غريب بيخبط جسم الغواصه بشكل عنيف، ويتفاجئوا كلهم ان في حياه بحريه على العمق الكبير ده، ويكتشف ان لسه في 2 من الطقم محتاجين مساعده، ولكن جوناس بيتحرك بالغواصه ويكتفي باللي هو انقذهم. وبعد كده بيسمعوا انفجار الغواصه، وجوناس بيحس بالذنب لانه ما قدرش ينقذ اخر 2. وبعد 5 سنين بنتحرك على الصين في محطه ابحاث بالقرب من المحيط الهادي. الهدف من المحطه هو اكتشاف اعماق المحيط. موريس رجل الاعمال صاحب المحطه، وبيستقبله الدكتور جي يانج، ويعرفوا على بنته وحفيدته، ويوري له المنشأة البحرية تحت المحطة، وساعتها بينبهر جدا وبيتفاجئ ان هي اتطورت قوي. والمفاجأة التانية اللي هو بيقدر يشوف حيتان معدية، فسوين البنت قالت له اللي هي قدرت تجذبهم من خلال ترددات صوت انثى الحوت. اخ منك يا سوين، اخ عرفت تجذب الحيتان بصوت انثى الحوت. الشيطان قاعد حاطط رجل على رجل وبيتعلم. وبيعرفوا بعد كده على الفريق الاستكشافي اللي اتحرك بالغواصه بقياده الفريق لوري لاكتشاف اعمق نقطه في المحيط، لانهم اكتشفوا ان في طبقه من السحب الهيدروجينيه على عمق 11 كيلو، وبمجرد اختراقهم الطبقه دي في عالم كامل من الحياه البحريه والكائنات البحريه تحت، كائنات انقرضت من الاف السنين، بس ده كان الاكتشاف الاول ليه. ولوري فعلا اخترقت السحابه ودخلت العالم ده وشافت كائنات ما شافوهاش من آلاف السنين. بس بعد كده الاكشن ابتدى. الميجالودون بسبب الانوار بيهجم على غواصه كابتن لوري، وبيقطع الاتصال ما بينها وما بين مركز البحث فوق. فريق البحث قعد يفكر وما لقاش حل غير ان هم يكلموا جوناس عشان ينقذ المركب دي، ولما كلموه طبعا رفض عشان هو لسه ندمان على الاتنين اللي هو ما انقذهمش، وبسببهم رفضوه من الشغل واعتبروه مختل عقليا. وجوناس اقتنع لما عرف ان لوري هي كانت قائد الغواصه، ولوري دي كانت الاكس وايف. يا بنات بتجيبوا الراجل في كلمه. والله يا صديقي الراجل ده مخلص، بس هو قلبه كبير حبتين. بيواجه جوناس الميجالودون والاحداث بتدور معاه على صفيح ساخن. الفكره ان مع اختراق الحاجز السحابي عشان ينزلوا تحت، الميج برضو اخترقوا وطلع فوق على السطح. ما كانش واحد بس اللي اخترق، لا ده كان اكتر من واحد. وبتدور احداث الفيلم بين صراعات فريق الانقاذ بقياده جوناس وهجوم الميجالودون عليهم وعلى كل المراكب على السطح. حتى الميجالودون في الفيلم كمان بدأ ان هو يهاجم الشواطئ. فيلم من احسن الافلام اللي انت ممكن تستمتع بيها. صديقي الميجالودون عامل قلق.